السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اليوم رح نودع الصيف بأكلة بوظة عربية إن شاء الله تنال إعجابكم يا رب. هلأ في البداية عندي 3/4 الكاسة من السكر، معلقة كبيرة من سحلب البودرة، وبضيف معلقة كبيرة من الفانيلا، وبخلط المكونات الجافة كلها مع بعض. وهون عندي للحليب 5 كاسات، أنا هون مجهزة أربع كاسات، وبدي أحط قدامكن الخامس. مثل ما لكم شايفين حطيته على النار. أول ما ببلش يسخن عندي، طبعا ما بدي يسخن كتير، يعني سخونة عادية، بضيف المكونات الجافة بالتدريج. مثل ما لكم شايفين بنضيف وبنحرك، ما بنوقف ايدنا أبدا. بس حسيتوا الخليط عم بتماسك معكم شوي، فورا بتطفوا الغاز وبتحطوه على طرف حتى يبرد بحرارة الغرفة. شوفوا ما شاء الله، هيك بدي القوام يكون عندي لا سميك كتير ولا حتى مريء. وهلأ منبلش الخلطة التانية للبوظة. عندي هون كاسة مي باردة مثل ما لكم ملاحظين، عليها بوظ. بستخدم كمان زرف كريمة شانتي، طبعا نخفقن كتير مع بعض حتى نضيفهم فوق الخليط يلي ساويناه. وهي هون بعد ما برد عندي، هلأ بضيف عليه الكريمة يلي خفقناها. ومشان انكه البوظة هيك تطلع بوظة نظامية، عندي هون كاسة من القشطة بضيفها وبخلط المكونات كلها مع بعضها مثل ما لكم شايفين. وهون مثل ما لكم شايفين انا مجهزة قوالب الكيك، وغطيتهم كيس نايلون حتى وقت بدي اقلب البوظة يطلع معي القالب غير شكل. شوفوا ما شاء الله. وزينت بالفستق الحلبي، طبعا الزينة اختيارية. هلا بحطهم بالبراد لليلة كاملة، او اذا مستعجلين لمدة 4 ساعات. وهون شوفوا ما شاء الله بعد ليلة كاملة البوظة صارت عندي تمام التمام. وهون رح زينها بالفستق الحلبي. عن جد طريقة سهلة وبسيطة، ما بتاخد معكم أي وقت، وطعم غير شكل. وهون عندي القالب التاني من البوظة، حبيت اني هيك حطه بطنجرة وابلش ادق فيه. عن جد طعمته كتير طيبة، يعني اللي بحب يساويه هيك، واللي بحب يخلي القالب على حاله. بس هيك يعني حسيت انه طلعت ناعمة اكتر. شوفوا ما شاء الله بتعطي مطة. وإذا عجبكن الفيديو فضلا لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكن كل شي جديد بجديد. وشكرا لكم وللمشاهدة وللايكاتكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشوفكم في فيديو جديد.